لو انت مصري تعال اقولك ازاي تسافر اليونان من غير لا فيزا ولا تأشيرة. سفريتنا هتبدأ من اسكندرية وهنتحرك من محطة الرمل لحد ما نوصل المبنى ده، ولمجرد ما نعدي بوابته هنبقى في زمن وعالم تاني كأننا دخلنا السرداب. اهلا بيك في المتحف اليوناني الروماني، التجربة الأجمل في اسكندرية. والقصة باختصار ان مصر بعد ما دخلها الاسكندر الأكبر وبنى مدينة الاسكندرية اتنقلت للعصر اليوناني ومن بعده العصر الروماني، وفضلت في الوضع ده أكتر من 700 سنة. وخلال المدة دي حصل أحداث وقصص كتير جدا على أرض مصر، وكانت اسكندرية واحدة من أهم مدن العالم القديم، وده ساب وراه آثار كتير جدا بتخلد فترتهم وتورينا شكل مصر والزمن ده. عشان كده سنة 1895 افتتح الخديوي عباس حلمي الثاني المتحف اليوناني الروماني عشان يحافظ على الآثار ويعرضها بشكل مناسب. فهتتفرج جوه على شكل الحياة وقتها، ونشوف آثار بتتعرض لأول مرة زي التمثال الضخم الإيزيس والآثار اللي لقوها في البحر، ده غير تماثيل الإسكندر ويوليوس قيصر وكليوباترا وغيرهم كتير. بإجمالي 6000 قطعة أثرية مبهرة وتجربة مميزة وقصص كتير عمرك ما هتنساها. كمان المتحف كان بيتجدد وافتتح أخيرا سنة 2023. وبس يا سيدي، كان معاك أنور أفندي عشان أقول لك